الناس رايحه المصيف. طيب هنعمل ايه عشان ما نضرش من المصيف؟ اولا اهم حاجه من المصيف هي الشمس. الشمس مشكلتها في حاجتين، انها بتدخل اشعتين للجسم، حاجه اسمها UVA او اشعه شمس الف، واشعه رقم ب. الفرق ما بين الف وب فرق كبير جدا. من الاخر كده انا مش هقعد اشرح في التفاصيل، انا هقول لكم من بره. من الاخر الاشعه ب بتسبب ان الجلد يعجز، وبتسبب انها يكسر حاجه اسمها الكولاجين والالاستين اللي في الجسم، وبيؤدوا لسرطانات الجلد. دي الاشعه ب. الاشعه الف هي اللي بتعمل الاسمرار. طيب خلينا يا جماعه كلنا مقتنعين ان واقي الشمس وظيفته الاساسيه مش انه يمنع الاسمرار. وظيفه واقي الشمس الاساسيه انه يحمي الجلد من العجز ومن سرطانات الجلد. طيب عشان اعمل حاجه زي كده محتاج اشتري ايه؟ محتاج اشتري واقي شمس يكون مكتوب عليه SPF 50 بلس من بدايه 30 ل 100 فوق. يعني ايه كلمه SPF دي؟ SPF دي يعني Sun Protecting Factor او حمايه من الشمس، ولكن واقعيا SPF معموله اكتر على الUVB مش على الUVA. الب اللي قلنا بيمنع السرطانات، بتاع السرطانات وبتاع الايه العجز، مش بتاع الاسمرار. طب ده معناه ان واقي الشمس ما بيحميش من الاسمرار؟ لا، بيحمي من الاسمرار، لان لما هنشتري حاجه مكتوب عليها يا اما برود سبيكترم يعني واسع المجال، او هنشتري حاجه مكتوب عليها UVA بلس UVB يعني بيحمي من الاثنين. ولكن الاس بي اف اساسيا معموله اساسيا او كانت معموله اساسيا للوقايه من السرطانات. طيب فيما فوق 50 ملوش اي لازمه، لان ال 50 بيحمي 98% من الشمس، ولكن ال 100% بيحمي 99%، فهو فرق بسيط جدا مش مستاهل الفلوس اللي بتدفع عليه. وهناك بعض الدراسات اصلا بتقول ان ال 100% ده بيتحط عليه كميات بزياده لدرجه انه ممكن تبقى مضره شويه للجسم. طيب انواع واقي الشمس يا جماعه 3 انواع. عندنا نوع فيزيائي ونوع اسمه نانو والنوع الكيميائي العادي بتاعنا الجميل. الفيزيائي ده عارفين زي ايه؟ عارفين الزنك اوكسايد اللي هو اللي بتاع الحفاظات بتاع العيال، زنك اوليف. ده يعتبر اقوى واقي شمس ممكن اي حد يستخدمه لانه فيزيائي. يعني فيزيائي الاشعه ما بتعرفش تعديه فما بتدخلش اصلا جوه الجسم. طيب الكيميائي ده اللي موجود في كل الحاجات بقى اللي احنا بنستخدمها، اللي هو زي لاروش، زي بايوديرما اكوا فلويد، زي افن، زي الترا سان رائع، زي سان برو. في واقي هكتب لكم كام واحد برده كده كويسين جدا على البوستات ان شاء الله على الفيسبوك. تابعوا الصفحه على الفيسبوك. طيب الواقي الشمس الكيميائي ده بياخد اشعه الشمس بيحولها لحراره ويطلعها على هيئه حراره. النانو سيبكم منه عشان في عليه دراسات بتقول ان هو بيسبب سرطانات ساعات، سيبكم منه دلوقتي. طيب انا بقى من اقتناعي الشخصي انضف واقي شمس في الدنيا هو ايه؟ هو طبعا الشمسيه او الكاب. وفي دراسات كتير جدا بتاكد كلامي ده عشان اي حد بيعترض. هل ده معناه ان الشمسيه والكاب اهم من واقي الشمس؟ اكبر دليل على كده ايه؟ لو انت لابس حجاب مش بتلاقي وشك متقسم نصين، نص مسمر عن النص الثاني، معنى كده حتى لو بتحط واقي شمس هتلاقي برضه في فرق الوان كبير. معنى كده الحته اللي مغطيها الحجاب هي احسن حته اتحمت من الايه؟ من الشمس. ودي زي عامله زي ايه؟ زي الشمسيه او زي الكاب. عشان كده الشمسيه والكاب مهمين. طب هل بيغنوا عن واقي الشمس؟ لا طبعا. ليه لا طبعا؟ لان واقي الشمس بذات نفسه الشمسيه او الكاب مهما حصل هيعدي منهم شويه اشعاع، والمشكله ان اللي هيعدي اكتر مش اللي بيسمر، اللي هيعدي اكتر اللي بيعمل سرطانات اللي هو UVB. فلذلك واقي الشمس مهم انك تحطه وانت مع الشمسيه. ولكن لو هتسافر مصيف لازم تاخد معاك كاب او شمسيه، مفيش حاجه اسمها لا. طيب دلوقتي الشمس زي ما قلنا بتعمل 3 حاجات، بتكسر الكولاجين والالاستين اللي في الجلد، وبتسمر، وبتعجز، واحيانا ممكن تعمل سرطانات. ايه اللي اقدر اعمله بعد ما اخلص المصيف بتاعي او مثلا لما اروح بالليل عشان الحاجات اللي الشمس عملتها تروح؟ اولا يفضل ان انا الفتره دي امشي على كولاجين شراب. زي ايه؟ زي كولاكوجين مثلا او كايرا كولاجين، نمشي عليه فتره. ثانيا في حاجه اسمها زيت اللوز الحلو، ده هنخلط عليه فيتامين اي، هنجيب فيتامين اي ونفضيه عليه. بعد ما نرجع من الشمس بالليل نعمل بيه نحطه على الوش كله، ده عشان يرطب الوش ويهدي ويحفز الوش من اول. ممكن امشي على حاجه اسمها هيلورون اكسبورت سيرم او هيلورونيك اسيد عموما عشان يحفز افراز الكولاجين والالاستين في الجلد من تاني. طيب بعد ما بخلص المصيف بتاعي يفضل اعمل جلسه ليزر كربوني، لان هو افضل حاجه لتحفيز الكولاجين او الالاستين في الجلد هو الليزر الكربوني. مش بنعمله عشان اوحد لون بشرتي ولا عشان افتح ولا الكلام ده، انا بعمله اساسيا عشان احفز الكولاجين والالاستين في الجلد. طيب في ماده ثالثه اخيره اسمها نياسيناميد، موجوده في كذا حاجه، اسمها نياسيناميد، دي موجوده في كذا حاجه كتير جدا. في اورديناري نياسيناميد نازله كده، اورديناري نياسيناميد، وممكن تجيبها من انترنت او من اي حاجه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله هنرجع ننزل فيديوهات تاني على قد ما نقدر، وان شاء الله الكواليتي هنحاول نحسنها ان احنا نصور بكاميرا حقيقيه تاني من جديد. شكرا.